أهلا بيكم. قبل ما نبدأ عايزك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد ومتفوتكش أي تفاصيل حصرية. يلا بينا. الأهلي يستعد للانقضاض على مهاجم جديد بعد أزمة التهديف الأخيرة، والاسم الذي تردد بقوة هو إبراهيم دياباتي. من هو هذا اللاعب؟ ما هي جنسيته؟ وما هي أرقامه التي جذبت المارد الأحمر؟ إبراهيم دياباتي هو مهاجم شاب يحمل الجنسية الإيفوارية، يلعب حالياً في نادي جايس السويدي المنافس في الدوري السويدي الممتاز. دياباتي يبلغ من العمر 24 عاماً، ويتميز بكونه هدافاً قناصاً، يمتلك سرعة كبيرة في الانطلاقات والتحرك بدون كرة، وهو ما يبحث عنه المدرب توروب تحديداً لضرب التكتلات الدفاعية الإفريقية. دياباتي لفت الأنظار في السويد بفضل معدله التهديفي المذهل، حيث يعد حالياً أحد أبرز هداف الدوري السويدي لهذا الموسم، مسجلاً حتى الآن 14 هدفاً وصانعاً 3 أهداف في 25 مباراة. هذه الأرقام إلى جانب صغر سنه وقابليته للتكيف البدني هي ما أقنع لجنة التخطيط في الأهلي بضرورة التفاوض لضمه، حيث يرى الأهلي فيه صفقة استثمارية مزدوجة، حل لأزمة التهديف الحالية وإمكانية بيعه مستقبلاً لأوروبا بمقابل أكبر. لكن هل الصفقة محسومة؟ التعاقد مع دياباتي قد يكون أكثر سهولة من المفاوضات مع أندية الدوريات الكبرى، فعلى الرغم من أن قيمة اللاعب السوقية مرتفعة نسبياً وقد تصل إلى حوالي 2.5 مليون يورو، إلا أن المفاوضات مع أندية الدوري السويدي عادة ما تكون أقل تعقيداً من الناحية المالية مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى. التحدي الأكبر أمام الأهلي الآن هو حسم الصفقة سريعاً قبل تلقي اللاعب عروضاً أوروبية أخرى بعد انتهاء الموسم السويدي، خاصة وأن لديه عقداً يمتد لعامين قادمين مع ناديه الحالي. إذن إبراهيم دياباتي مهاجم إيفواري هداف من الدوري السويدي. السؤال الأهم الآن لجمهور الأهلي: هل ترى أن خبرة دياباتي في الدوري السويدي كافية لقيادة هجوم الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟ اكتب رأيك وتوقعاتك تحت في التعليقات. وإلى أن نلتقي غدا في حلقة جديدة من فريكورة، نترككم في رعاية الله.